وانا بفتح في ترابيس الباب سمعت صرخة وصوت ست بتقول لي راجل ما تقتلنيش يا مدكور، ما تذبحنيش. فجأة جه في دماغي الحلم اللي حلمته فوق. فتحت الترابيس ورحت جاري على الغيط لحد ما وصلت عند القرافة. سمعت نفس الصوت ما تقتلنيش يا مدكور. جريت اسرع وحاسس ان في حد بيجري ورايا وفي نفس قريب مني وقرب يمسكني. أهلا، أنا محمد. خليني أعرفكم على نفسي باختصار عشان ما أطولش عليكم. اسمي هو محمد غازي وطالب حديث التخرج وشغال والحمد لله رب العالمين. بعد تخرجي بشوية أبويا تعب جدا جدا والمرض زاد عليه وتوفى، الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى. جدي مدكور الله يرحمه خلف 3 أبناء، ابنين وبنت. أما الأولاد فهم أبويا غازي وعمي مدكور، وأما البنت فهي عمتي رتيبة. في ليلة من الليالي وأنا بسترجع الذكريات اللي كانت بيني وبين أبويا خطر في بالي عمي مدكور وعمتي رتيبة، لأن أبويا ومن أنا صغير كان دايما بيكلمني عنهم وبيقول لي إن هم عايشين في بيت جدي في حلوان وإن هم ما اتجوزوش خالص. فقلت في بالي ليه ما أروحش أزورهم، أهو بالمرة تكون صلة رحم وبالمرة أشوفهم، لأني ولا مرة في حياتي شفتهم غير في الصور. سألت عليهم ناس في العيلة قالوا لي ياه دول بقالهم 20 سنة ما حدش عرف عنهم أي خبر. المهم في يوم من الأيام قررت إني أروح لهم في حلوان وأسأل عليهم هناك. ركبت المترو ونزلت في محطة حلوان وسألت عن منطقة الجبانة. الناس قالوا لي منطقة الجبانة دي منطقة مقطوعة ومحدش بيروحها وكلها قرافات، أنت عايز إيه من هناك؟ قلت لهم بيت جدي مدكور هناك. الناس فجأة كشروا وقالوا لي جدك يبقى مدكور؟ قلت لهم أيوة. قالوا لي اركب عبارة من المحصرة وانزل اتمشى لحد آخر الغيطان، هتلاقي التراب بعدها ب10 دقايق هتلاقي بيت مدكور. المهم عملت اللي قالوا لي عليه ووصلت البيت بعد ما تمشيت أكتر من 3 محطات داخل الغيطان لحد التراب، وابتدأ البيت يظهر قدامي. كان بيت غريب قوي وقديم جدا، وكان الليل دخل عليا ووصلت البيت الساعة 7. قدام البيت كان صوت الهواء بيرعب وصوت الأشجار بترعب أكتر. المهم خبطت على الباب أكتر من مرة بس مفيش حد رد عليا. قلت معقول مفيش حد جوه، يا خسرت المشوار اللي قطعته. ببص من الشباك لقيت حد بيبص من ورا الإزاز ودخل مرة واحدة. الصراحة أنا خفت بس قلت أكيد نازل عشان يفتح لي، وفعلا سمعت صوت خطوات على السلم خشب وفجأة اتفتح الباب. لقيت قدامي ست عجوزة قوي أنا عرفتها من الصور، عمتي رتيبة. قالت لي بصوت مرعب أنت مين وعايز إيه؟ رديت عليها وقلت لها أنا محمد ابن غازي أخوك يا عمتي. عاملة إيه يا عمتي وفين عمي مدكور عامل إيه؟ راحت قايلة لي ببرود شديد ادخل يا محمد. أنا الصراحة استغربت، مفيش ولا سلام ولا ازيك، وبعد ما دخلت راحت قفلت الباب ومتربساه ب3 ترابيس. أنا قلت فيه إيه؟ الخوف ساعتها بقى بيتسرب جوه قلبي. فقلت لها هو فين عمي يا عمتي؟ أنا عايز أسلم عليه عشان أروح وألاقي مواصلات بدري. قالت لي بصوت عالي فجأة أنت إيه اللي جابك أصلا؟ أنا ساعتها اتكسفت قوي وقلت لها معلش يا عمتي إننا ما سألناش عليكم من زمن. قالت لي وجاي بعد إيه؟ بعد ما كل شيء راح؟ فقلت لها هو إيه اللي راح؟ فجأة سمعت صوت هز البيت. كفاية كده يا رتيبة. ببص على الصوت لقيت راجل عجوز قوي نازل من على السلم، مش عارف أحدد ملامحه من نور البيت الضعيف، لابس روب كروهات ومنحني شوية. قال لها يلا اطلعي أوضتك. قرب مني وقال لي ازيك يا محمد. قلت له أنت عمي مدكور صح؟ قال لي أيوة أنا عمك يا محمد. قلت له ازيك يا عمي عامل إيه؟ قال لي زي ما أنت شايف. قلت له زي الفل لسه شباب. ضحك وقال لي شكرا يا محمد. قلت له معلش إننا ما سألناش عليكم السنين دي كلها بس هتتعود وهجيلكوا تاني إن شاء الله. قلت بقى أخرج وشكرا كده، أنا أعصابي باظت على الآخر. قال لي اقعد يا محمد. قلت له شكرا يا عمي مدكور هبقى أجيلكوا في وقت تاني. وقلت حمشي. فجأة لقيته بينادي على عمتي رتيبة بصوت عالي رتيبة رتيبة. نزلت عمتي رتيبة راح قال لها يا رتيبة نظفي الأوضة عشان محمد هيبات معانا النهاردة. فقلت لهم لا شكرا أنا عندي شغل بكرة بدري ولازم أروح. فرد عمي وقال لي مش هينفع تيجي وتروح كده على طول، وبعدين الجبانة والتراب منطقة مقطوعة والوقت اتأخر، امشي يا محمد الصبح. وراح سايبني وطالع. قلت ايه القرف ده؟ انام ازاي هنا؟ البيت شكله يرعب ومين هيجيله نوم اصلا في بيت زي ده؟ فجأة لقيت عمتي واقفة ورايا وبتقول لي بصوت غليظ اطلع نام يا محمد. انا جسمي اتنفض من الخوف ورجعت لورا شوية. قلت لنفسي هي نزلت امتى من فوق؟ لقيتها بتقول لي ادخل اوضتك يا محمد وما تخرجش منها خالص، وإياك تعمل دوشة، ومهما حصل إياك تخرج. وراحت مطبطبة عليا. أنا ساعتها اطمنت شوية. طلعت الأوضة لقيتها أوضة نظيفة قوي بس السرير حديد وفيها شباك بيطل على الغيط والقرافة. حاولت أنام مش عارف أنام. أنا في البيت عندنا بنام الفجر، معقول هنام الساعة 8؟ إيه القرف ده؟ فردت نفسي شوية على السرير وقلت يمكن أنام فجأة، وعيني راحت في النوم وحلمت بكابوس غريب جدا إن عمي بيذبح عمتي وأبويا بيقول لي اجري يا محمد. قمت من النوم مفزوع ومخضوض ببص للساعة لقيتها الساعة 12 بالليل. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه الكابوس المرعب ده؟
فجأة سمعت صوت خطوات برا الأوضة، وحد وقف فجأة ورا الباب، وسمعت صوت عمي بيقول لعمتي ده زمانه نايم. قلت أعمل نفسي نايم لو دخلوا عليا، رحت متغطي بالملاية ومغمض عيني. فجأة اتفتح الباب ولقيت عمي وعمتي بيتسحبوا على رجليهم، وراحوا معرقين وشي عشان يشوفوني صاحي ولا نايم. ضربات قلبي بقت سريعة جدا من الخوف والرعب، وفضلت مغمض عيني لحد ما اتأكدوا إني نايم. راحوا ماشيين عند الشباك وبصوا منه، ولقيتهم بيتكلموا مع بعض بصوت غريب كده زي صوت النوبة أو صوت الغربان مع بعض، وراحوا خارجين من الأوضة وقافلين علي الباب. رحت قايم وبصص عليهم من خرم الباب، إلا ولاقيهم بيزحفوا على أيديهم ورجليهم، وراحوا داخلين الأوضة اللي جنبي. قلت إيه الرعب ده؟ طب أنا هخرج إزاي دلوقتي؟ دول باين عليهم مجانين. بقيت أفكر هخرج إزاي من هنا. فجت في دماغي فكرة، قلت ليه ما اندهش على حد من الشباك؟ وبالفعل فضلت أنده من الشباك، إلا إنه حد يسمعني أبدا، منطقة مقطوعة جدا. قلت يا روح ما بعدك روح، أنا هخرج من الأوضة وأتسحب لحد الباب وأخرج. المهم أنا خرجت من الأوضة وفضلت أتسحب، وقلت هنزل بس للأسف هعدي على أوضتهم، هعمل إيه دلوقتي؟ اتسحبت بالفعل وعديت من جنب أوضتهم ولقيت الباب مفتوح. قلت يا نهار أبيض، دول بقى هيشوفوني دلوقتي، أعمل إيه؟ قلت أتسحب وأبص عليهم من بعيد أشوفهم فين. ببص بس ما لقيتش حد في الأوضة خالص، وعيني جت على سريرهم. إيه ده؟ لقيت عليه ملاية غرقانة بقطع دم، بس شكله دم أسود وقديم. قلت في إيه؟ هم فين؟ جمدت قلبي ونزلت على طراطيف صوابعي، ما لقيتش حد لغايه ما وصلت عند الباب. وانا بفتح في ترابيس الباب سمعت صرخه وصوت ست بتقول لي راجل ما تقتلنيش يا مدكور، ما تذبحنيش. فجاه جه في دماغي الحلم اللي حلمته فوق. فتحت الترابيس ورحت جاري على الغيط لحد ما وصلت عند القرافه. سمعت نفس الصوت ما تقتلنيش يا مدكور. جريت اسرع وحاسس ان في حد بيجري ورايا وفي نفس قريب مني وقرب يمسكني. فضلت اجري لحد ما وصلت عند المحصره ولقيت اخر عباره طالعه من هناك. رحت ناطط فيها وكان في ناس راكبين مدوا لي ايديهم. بقيت انهج وبقول ياه معقوله فلت؟ معقول اللي حصل لي ده؟ الناس مشكورين جابوا لي ميه غسلت وشي وشربت. قالوا لي مالك يا ابني في ايه؟ قلت لهم ما فيش حاجه، الصراحه خفت احكي لحسن يودوني القسم. وواحد قال لي احمد ربنا انك لحقت اخر عباره بتطلع من المحصره. قال لي المنطقه اللي انت ركبت منها دي كلها رعب وعفاريت. فقلت له ليه؟ قال لي بسبب بيت مدكور. قلت له ماله بيت مدكور؟ قال لي بيت مهجور ومليان كله عفاريت. قلت له ازاي؟ قال لي من 20 سنة صاحب البيت عم مدكور شك في أخته وراح دبحها وقطع رقبتها وراح دبح نفسه بعدها، ومن ساعتها البيت مهجور وبيظهر فيه عفاريت من وقت للتاني. يعني ايه؟ يعني الكابوس اللي حلمت بيه ده كان حقيقي، وابويا الله يرحمه جاني في الحلم عشان يساعدني؟ يعني هو ده السر اللي اختفوا بسببه من 20 سنة؟ حمدت ربنا انه انقذني منهم وحرمت اروح هناك تاني. وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة، اتمنى تكون عجبتكم. للعلم العناوين المذكورة في القصة دي حقيقية لتأكيد القصة، وما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك والشير. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.